ازيكم عاملين ايه؟ هنعمل النهارده بسارية بطريقه بسيطه وسهله وطريقه جديده محدش عملها لسه. انا واخداها من السماك صاحب المطعم، هو اللي قال لي على الطريقه ده. انا ما كنتش اعرفها وما كنتش بعملها كده. فالمهم انا خدت منه الطريقه وقلت ان انا هجربها، ويلا بينا نجربها ونشوف عملناها ازاي. في الاول كده انا معايا كيلو من البسارية، غسلها جدا كويس ومنضفاها وحطيتها في البوله اللي انتوا شايفينها دي. تعالي بقى يلا نعمل التتبيله بتاعتنا، اللي هي عباره عن هنجيب الكبه الاول كده، والشطه الحمراء دي شطه حمراء حراقه. لو انت ما بتحبيش الحراق ممكن تستبدليها بفلفل احمر. حوالي كده 4 5 قرون هخرطهم كده في الكبه. وهحط كمان راس توم كبيره انا مقشراها. والليمون هسيبه الوقت، مش هحطه الوقت. تعالي بقى يلا على البهارات. البهارات معايا هنا كمون، كاري، آه بابريكا، ملح. طبعا انا مزوده الكمون شويه علشان الكمون حبيب السمك، فانا مزوده الكمون شويه. هحط كل ده في الكبه وهفرمه. انا كده فرمته خلاص اهو ناعم. هاخده بقى كده وافضيه على البسارية. خلاص كده بقى هجيب بقى الليمون الوقتي، وحوالي 3 ليمونات كبار او 4. واهم حاجة يكون الليمون في مية، واعصريه كده على التتبيلة اللي انت عملتيها. وعادي وما تشيليش البذر بتاعه، ولا بيمرر ولا اي حاجة خالص. ممكن كمان تضيفي على الخلطة شطة حمرا ناعمة، بس انا مرضتش لان انا التتبيلة القرون الفلفل اللي معايا حراقة، فعشان كده مرضتش احط عليها شطة حمرا. طبعا انا حطيت الخلطة وحطيت وعصرت الليمون وقلبتها في بعضها بالشكل ده كده. قلبتها كويس جدا في بعضها. نسيبها بقى كده على جنب، وتعالي نعمل الخطوة التانية. الخطوة التانية اللي هي عبارة عن 6 7 بصلات حجم وسط بالشكل اللي انت شايفاه ده كده. وهبتدي ان انا اخرط البصل جوليان، جوانح يعني كده. المهم ان هو يتخرط، خرطيه براحتك، عايزه تخرطيه مربعات براحتك، عايزه جوليان زي ما انا بعمل برضو براحتك. المهم ان احنا عايزين نخرط البصل ده وخلاص. هخرط كل البصل اللي معايا ده. طبعا الوصفه دي ما فيهاش لا طماطم ولا فلفل. البصل انا خرطته كله بالشكل ده كده. انا بقى معايا الطاسه اللي انا هشتغل فيها على النار، فيها شويه من الزيت، فيها حبه من الزيت. هجيب بقى البصل ده كده وهنزل على الزيت بالبصل وهحمره. انا مش هخليه صفيري ولا هو صفيري ولا هو احمر محروق قوي. هوريكي لونه دلوقتي. هو ده البصل. انا كده حمرت البصل بالطريقه اللي انت شايفاه ده، لا صفرته خالص ولا حمرته قوي. خلاص انا لسه مطلعاه جايباه من على البوتاجاز حالا. احاول بقى ان انا افرش كده البصل ده في الصينيه اللي معايا كلها. بجد جميله جدا الطريقه دي. يعني انا اللي سالت الراجل عليها وما قال لي عليها، فرقت فعلا. ولا زيت بقى ولا تهدري زيت ولا تقلي في زيت كتير ولا كلام من ده خالص. بسيطه وسهله فعلا، وكانت فعلا تستحق التجربه وطعمها جميل جدا. انا كده فرشت البصل في الصينيه. هبتدي بقى كده ارص البسارية اللي معايا دي واحده بواحده.
يعني كل كام واحده كده رصيهم جنب بعض كده لحد ما تخلصي كل الكميه اللي عندك. طبعا الفيديو هيبقى طويل عليكي قوي لو انا قعدت ارص معاكي واحده بواحده كده، بس انا هعمل كام واحده في الاول كده معاكي وبرجع اوريكي شكلها في النهايه. الطريقه سهله وبسيطه خالص، ما خدتش فعلا وقت مني، وبجد يعني احلى ما في الموضوع ان هي طعمها حلو، طعمها بجد حلو فعلا، يعني جميله جدا. ده شكلها كده بعد ما رصتها كلها. طبعا بدخلها الفرن على الارضيه خالص، وما بهديش، بعلي، لان طبعا هتنزل الميه اللي فيها وكده. وبعد كده بولع عليها الشوايه، بتاخد لون من فوق بالشكل ده كده، جميله جدا ومستويه خالص وما غابتش في الفرن. وريحتها بقى مش قادره اقولك، بتيجي بقى تاكليها بتشيل الراس بتاعتها، وفي ناس بتاكلها بحالها كده، يعني بتشيل الراس وبياكلوها على طول. انا بقى بقعد اسحتف فيها كده، ولازم اشيل الشوكه اللي في النص رغم ان هي صغيره، بس انا لازم اشيل الشوكه اللي في النص. البسارية طعمها جميل، وريحتها ولا ريحتها اجمل واجمل. والطعم انت اللي هتحكمي بنفسك، هتجربي يا رب تجربي على نص كيلو، مش لازم كيلو، بس جميله جدا فعلا. وهي طعمها عشان ما حدش يقول لي ده زي الصينيه، هي طعمها مش زي الصينيه، طعمها جميل جدا، عامله زي المقليه، بل بالعكس احلى واطعم. طريقه سهله وبسيطه وما فيهاش اي حاجه خالص. يا ريت بقى لو انت استفدت مني، وانا حبيت اشارك معاكم الطريقه الجديده اللي الراجل قالها لي، فحبيت ان انا اعملها معاكم وعملتها. لو انت بقى جربتيها وعجبتك اكتبي لي في التعليقات، ولو الفيديو عجبك وما اشتركتوش في القناه اشتركوا وفعلوا الجرس عشان يوصل لك كل جديد.